مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: التنسيقيات تتوحد للإعلان عن برنامج موحد. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. تتداول كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، وتنسيقية الثانوي التأهيلي في الوقت الحالي لإصدار بلاغ مشترك يتم من خلاله الإعلان عن برنامج نضالي موحد. وحسب ما علمته إسبريس من مصدر حضر الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين، يتم الاتجاه نحو الإعلان عن استمرار البرنامج النضالي واستمرار الإضراب خلال الأسبوع الحالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه من المرتقب التوجه إلى الإعلان عن إضراب أيام الأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وسيتم عقد اجتماع عشية اليوم لتدارك باقي أشكال الاحتجاج من وقفات احتجاجية. ويأتي هذا التحرك احتجاجا على مخرجات الحوار الذي تم بموجبه توقيع اتفاق 26 دجنبير بين الحكومة وممثلي النقابات، بعدما تكللت الجولة الأولى في 10 من الشهر ذاته بتوقيع اتفاق يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم، وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل عدد من الملفات والقضايا الفئوية العالقة. جدير بالذكر أنه تم بموجب محضر اتفاق 10 دجنبير 2023 إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.